ارتفاع أسعار السمك يثير غضب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. تصاعدت موجة الغضب بين المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السمك، ولا سيما السردين الذي يعتبر غذاء أساسيا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود. ودعا عدد من النشطاء إلى مقاطعة شراء السردين للضغط على التجار والموزعين لتخفيض الأسعار، حيث انتشرت دعوات تحت شعار شهر بلا سردين مغديش لقتلك. كما انتقد البعض تدخل السلطات لمراقبة تخفيض الأسعار بدل التركيز على محاربة الغلاء وحماية المستهلك. في المقابل، ظهرت فيديوهات من بعض الموانئ تؤكد أن سعر السردين يصل إلى 3 دراهم فقط عند الصيد، بينما يباع للمستهلك بأسعار قد تصل إلى 30 درهما، ما أثار تساؤلات حول غياب دور جمعيات حماية المستهلك والجهات المسؤولة عن ضبط السوق. وشهدت الحملة دعما واسعا من مواطنين طلبوا باتخاذ موقف موحد ضد المضاربة في الأسعار، مؤكدين أن الحل الوحيد للحد من الغلاء هو الامتناع عن الشراء حتى يتم فرق واقع جديد في السوق.